أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذا أبرز عنوانها: هزة أرضية جديدة بقوة 4.5 درجات ضواحي مدينة مراكش. قبل الخوض في التفاصيل، رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك لتتوصلوا بجديد الأخبار المغربية، وشكرا جزيلا لكم. أعلن مرصد الزلازل الأورو متوسطي صباح اليوم تسجيل هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على سلم ريشتر على بعد 80 كيلومتر جنوب غرب مراكش، وذلك عند الساعة 9 صباحا. وشهدت ضواحي مراكش هزات ارتدادية متتالية تراوحت بين درجتين إلى 4 درجات على سلم ريشتر منذ زلزال الجمعة العنيف، والذي وصلت قوته إلى 7 درجات وخلف آلاف الوفيات والإصابات. وارتفعت حصيلة ضحايا الهزة الأرضية التي سجلت مساء الجمعة وحدد مركزها بجماعة إغيل بإقليم الحوز إلى 2012 وفاة و2059 إصابة، من بينها 1404 إصابة خطيرة، وذلك حسب حصيلة محينة لوزارة الداخلية إلى حدود الساعة 10 مساء من يوم السبت 9 شتنبر وفق بلاغ لوزارة الداخلية. وأضاف البلاغ أن عدد الوفيات بلغ 1293 بإقليم الحوز و452 بإقليم تارودانت، 41 بإقليم ورزازات، 15 بعمالة مراكش، في حين لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بكل من عمالات وأقاليم شيشاوة، أزيلال، أكادير، إدوتنان، الدار البيضاء الكبرى، اليوسفية وتنغير. وأفاد البلاغ بأن السلطات العمومية تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا، وشكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.